رقم مرعب. المارشي متاع الفيجوال جينيريتيف اي اي او توليد الصور والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي بلغ الحجم متاع المعاملات متاعه في 2024 8.7 مليار دولار، والرقم هذا متوقع له أنه يتطور في 2030 باش يوصل ل 60 مليار دولار. يعني كل عام يتطور على العام اللي قبله ب 38% كاملين. كل ما تستغل الدومين هذا على بكري وتتعلمه عندك أكثر فرص للتألق والنجاح. وعلى العكس توا كل ما تتردد في المواكبة متاع التطور متاع الذكاء الاصطناعي وتستغله لصالحك، لفات أنه غيرك باش يفك لك بلاستيك هي اون سيرتيتود ماتيماتيك لا شك فيها. انت توا في فجر متاع قصة نجاح كبيرة ما بين ارت اند تكنولوجي. كان تعتبر انه الاي اي هي عدو ليك وحكايتها فارغة وهيك المعتقدات اللي في بالك الكل، طفي الفيديو هذه من غير ما تكمل تتفرج. وكان تحب تتصلح بأداة رهيبة متاع كرياسيون وإينوفاسيون ومصدر رزق محترم، كمل اسمعني. مرحبا بيك، معك شادي بن فرج، سينيور ارت دايركتور ومكون محترف بخبرة أكثر من 25 سنة. وبديت نحقق في أحلامي اللي كانت قبل المستحيلة لسنوات وحتى لعقود جراس للإي آي. ربحت في الكواليتي متاع السيرفيس متاعي برشا وقت ثمين وكليونات فرحانين، والتوا كل يوم نزيد نكتشف ونتعلم. واللي تعلمته في حياتي على الإي آي كله أونلاين، وتو تشوف الامباكت متاع الابروش هذه، سواء عندك بزنس والا انك تكون فريلانس وخدماتك متاع الديزاين ولا الكرياسيون ديجيتال باش تبيعها للي عنده بزنس باش هو يبيع خدمته. توقع انه الشيفر دافير متاعك في العام الاول من الاستخدام الاي باش يزيد على الاقل 20-25%. كان توصل تتعلم وتطبق القواعد اللي في الفورماسيون هذه. قبل الاي الساعه باش تتعلم اساسيات الاكسبريسيون ارتستيك متاع الاخراج والقواعد المهمه في الارت دايركشن، باش تتعلم البرومبتينج او اعطاء التعليمات للذكاء الاصطناعي باش يخدم لك هو كمحترف سينما أو إشهار ويعطيك نتائج مبهرة للكليون تاعك توقف له بها مخه. الواو إفكت باش تقلعه من فمه برشا مرات وباش يخلصك مليح برشا مرات. أي جرافيك ستايل تعرفه في بالك باش توصل تراه قدامك، رياليست، بانتور، 2D، إلوستراسيون، ديسان أنيمي، 3D، فانتاستيك، هادش عندك. وإذا كان يقولوا sky is the limit، مع اللي نقول لك your imagination is the limit. باش نوصلوك في الفورماسيون هذه أنا وزميلي أحمد وعن الله تولد أي فكرة في الخيال متاعك باستعمال برشا تقنيات في الذكاء الاصطناعي. على مسؤوليتي الخاصة نقول لك كل دينار تصرفه على الاي ترجعه على الأقل 20 دينار، باش ما نقولش أنه في بعض الحالات 50 و100 دينار. وبالطبيعة هذا كي تتقنها مليح وتعرف تبيعها. الفورماسيون هذه بالدرجة التونسية وحصريا اونلاين، على خاطر نفس القيمه اللي باش نعطيها لك اونلاين كان تحب تاخذها بريزونسيال تتكلف لك 6 مرات قد حق، وتزيد تحصرك 20 يوم على الاقل على حساب خدمتك، ينجم يكون على حساب عائلتك، حتى على حساب راحتك في الويكاند. اونلاين انت حر وقتاش تقرا، وقتاش تعمل راحه، الدروس على ذمتك مدى الحياه، الاستاذ على ذمتك لين انت تكسب الصنعه. كل درس هو فيديو مسجله مفسره بطريقه سهله بين 15 و 30 دقيقة، وفي آخر كل درس باش تلقى روحك تعلمت أوبجيكتيف جديد. وفي خلال 20 يوم تقريبا بمعدل ساعة لساعتين بين قراية وبراتيك يوميا باش تتعلم لي تكنيك ولي ميثود اللي خدمنا بيهم الكل باش خرجنا النتائج اللي ترى فيهم قدامك. وبحكم أنه الاي هي تكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة، كل ميزاجور نزيدوها في الدروس هذه راك تتحصل عليها جراتويتمون، ما تزيد عليها حتى ملي. وهذه في حد ذاتها ميزة استثنائية مستحيل تلقاها في فورماسيون بريزونسيال. انت ماكش باش تعمل مجرد فورماسيون، انت قاعد تنحت حرفيا في كارير وفي استراتيجي متاع خدمة باش تتعلم ميكانيزم تاع كرياسيون وبرودكسيون يعطيك الأولوية المطلقة على لي كونكورون تاعك. اسوم لي فورماسيون تاع الاي تنجم تحل تلوج على جوجل في العالم أجمع. لي فورماسيون المعتبرين سومهم الموديول الواحد أكثر من 620 دولار، ولازمك على الأقل تشتري 3 موديول باش تتحصل على فورماسيون معتبرة. تعلم مثلا البيبليسيتي والانيماسيون والخدمة متاع السينما وصنعاء لي زانفلونسور وبيع لي برودوي وغيره، اللي هو نفس الشيء الموجود في الفورماسيون هذه. ما حبيناهاش تكون نخبوية، ان شاء الله يكون ديما سعرها في المتناول، خاصة مع لي برومو المعمولين. كان عندك اي استفسار نجم تتصل بالنمر بتاع الواتساب اللي موجود في السيت، وكان تحب تبدا تتعلم نجم تبعث لنا الايميل متاعك وتخلصنا بالطريقة اللي تساعدك، يا اما فيرمون بانكير يا اما فيرسمون بانكير.
يا اما بالديدي سيت يا اما بالكارت بانكير متاعك، وتاخذ الاكسي متاعك دون لي ميديا وتبدا تقرا وقت ما تحب. اليوم غدوه بعد جمعه انت حر. عباره اللي خديت ابونمون في نتفليكس ما يسالك حد وقتاش تتفرج على السيري المفضلين متاعك، لكن معانا مش ابونمون، عندك اكسي مدى الحياه. الناس الناجحين اليوم بداو يخدموا من امس وبداو يتعلموا منه لامس، وكان تحب تنجح غدوه ابدا تعلم من اللحظه هذه.